يا مساء الفل عليكم، دمتم حلوين وفي القلب محفوظين. يلا بينا نشطشط الدنيا ونعمل هريسة الشطة. نص قنوات اليوتيوب بتحط مليون ألف مكون علشان يفرزوها. أنا هحط مكونين اتنين بس وهتقعد معاكي من السنة للسنة. قبل ما أبدأ الفيديو متنسيش تحطي اللايك والكومنت عشان يوصلك كل جديد. ما تنسوش الدعوة الجميلة اللي من قلب، وإن شاء الله ربنا يردلكم مثلها واكتر ان شاء الله. طبعا الفلفل الاحمر ليه فوائد كتير جدا، في فيتامين الف وفي فيتامين ب، مفيد للقلب وللشعر وللاعصاب، وليه كمية فوائد لا تعد ولا تحصى. الحاجة كترها ممكن يكون غلط، لكن مفيش حاجة ربنا خلقها مفيهاش فيتامينات وفوائد، بس بالمعقول. تقدري تخشي تعملي سيرش في جوجل وهتعرفي قد ايه ان هو ليه فوائد كتير جدا جدا. تمام. مبدئيا كده انا جايبه الكيلو عامل 20 جنيه. عملت كده مشكل احمر على اخضر عشان اعمل الفلفل الاحمر، هرسة الشطه الحمراء وهرسة الشطه الخضراء. طيب ايه الفرق اللي انا بوريه لكم ده؟ زي ما انتم شايفين في قرن طويل وقرن زغنطط. الزغنطط خالص ده بيبقى حراق جدا جدا جدا، الطويل بيكون نص حراق. يلا بقى على الحوض ونحميه. وبعد ما غسلناه مرة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة عشان بيكون فيه تراب وكده، هبتدي كده على فوطة ناشفة وانشفه. حابة برضو اقول لكم تاني عشان الفيديو بيجري معايا، ان الفلفل الاحمر ده انواع، في منه طويل طويل جدا وفي منه قصير. شايفين زي ما انا مورياكم كده. الناس اللي بتقول انا بجيب الفلفل الاحمر ومش بيطلع معايا حراق، بيطلع معايا وسط عشان انتي جايبه الطويل خالص الفاتح، لكن الصغير اللي هو القصير الغامق ده اللي بيبقى حراق نار. انا حبيت برضو ايه اقول لكم يعني. طب حد يا كده قالك على المعلومه دي؟ لا والله، مع الخبره يا جماعه. انا اي كلام ولا ايه، انا بقالي فتره بعمل حاجات وما يخركوش يعني ان انا لسه صغيره، لا يعني في خبره برضو. يلا بينا بقى ايه، هسيبه بقى كده ينشف. طبعا زي ما قلت لكم كده الكيلو عامل 20 جنيه، فانت تقدري تشكلي يعني. انا كل الكميه دي انا جايباها ب20 جنيه. طبعا انت حابه تكتري حابه تقللي، انا بس بوريكي الفكره، وكل واحد يعمل المقدار اللي هو عايزه. تمام. طبعا حاولي تلبسي جوانتي او جلافز في ايدك عشان خاطر ايديكي لو لمست هذا الفلفل بالخطأ، واكيد هتلمسه بالخطأ مقولكيش بقى. لو حطيتي ايديكي في عينك ولا وكده هتبقى بصي مقولكيش نار نار. يعني انا كحيت كح في الفيديو ده مقولكوش بقى. اهو، واحد اتنين كحة وعطس وكده يعني. I am sorry يا جماعة والله، بس هو موضوع الشطة ده صعب. الفلفل ده بيتعمل في البيت بيبقى صعب جدا. عايزة اقول لكم وانا بعمله بابا بيقول لي الشطة واصلة لحد عندي. عايزة اقول له طب انا اعمل ايه، ده انا قاعدة جوه الكبة. هنا زي ما انتوا شايفين كده، انا بشيل بس الحتة اللي فوق. تمام. و وبس كده. الاول كنت بقطعه كده على 2 عشان يسهل معايا في الكبة، بس ما استحملتش بصراحة الحرقية بتاعته لانه حراق جدا. اي كبة عندك بقى حلوة كده هتحطي فيها إيه الفلفل بتاعنا. تمام. طيب ايه بقى المكون بتاعنا؟ اول مكون بتاعنا الملح. تمام، معلقه ملح صغيره بس كده يا غاده. اما يا غاده القنوات اللي عماله تحط خل وتحط شطه بودر وتحط توم وتحط افتكاسات يا جماعه. اعملوا بس اللي انا بعمله واسمعوا كلامي والله. بصوا، طبعا انا بفصل وبسيب لكم صوت الخلاط وصوت الميه وكده عشان يعملوا لكم ايه حبه كده جو في الفيديو يعني.
تمام، تشغلوش بالكم بالكحه دي، كلكم هتكحوا زي ما انا بكح كده لما تعملوا الوصفه. هنا خلاص انا ضربتها، بصوا بقى الجمال، ما حطيتش اي حاجه خالص غير الملح بس. طب ايه يا جماعه، عايزه اسجل الصوت مفيش صوت. يعني يعني انا عشان اعمل لكم فيديو حلو صوتي راح، ينفع كده؟ يصح كده؟ طيب يا جماعه حطوا لي بقى لايك وكومنت حلو عشان تكبروا بخاطري بقى ايه بالكحه اللي انا كحيتها دي كلها، عشان اطلع لكم في فيديو يعجبكم يعني. هنا زي ما انتم شايفين كده، انا خلاص بقى هبتدي اضرب الكميه كلها بتاعتي. كل كميه تحطيها في الكبه تحطي عليها معلقه ملح صغيره من بتاعه الشاي، بس كده يا جدع. تمام. هناخد برضو الفلفل الاخضر هنعمله بنفس الطريقه، هنحطوه كده، وشلت بس الحته اللي فوق ديت، وبحط برضو معلقه ملح صغيره. طبعا الافتكاسات اللي ناس كتير بتحطها دي هي مش غلط، ومش معنى كده ان هم مش صح، لا عادي، زي ما قلت لكم قبل كده، المطبخ ده فن من الفنون وليه 100,000 طريقة، بس انا بسهل لكم الدنيا وبعمل طرق مبسطة يعني. هنا خلاص بقى انا كمان ضربت هنا الفلفل الاخضر بتاعي، فطلعت تحفه. فحبيت قوي اوريكم ان هرسة الشطه مش شرط ان هي تبقى حمرا، ممكن نعملها بالفلفل الاخضر. يعني ساعات في ناس تقولك ايه، طب انا ما فيش فلفل احمر في السوق لان هو بيبقى ليه موسم معين وبينتهي يعني. طب ما اعملش يعني؟ لا، اعمليها بالاخضر عادي، مفيش مشكله يعني. فحبيت اقول لكم ان هي ممكن تعمل بالنوعين. طب يا جدع انا بقى ماليش في الشطه ونفسي اكل هريسه بس تبقى بارده، ينفع؟ ممكن نخترع يعني. هاتي الفلفل الاحمر الالوان دوت او العادي، والفلفل البارد الكوبي، واضربيهم بنفس الطريقه وهيكونوا باردين مش حراقين. هبقى اعملهم لكم، ماشي؟ اكتبوا لي في الكومنتات لو حابين اعمل لكم الهريسه البارده. هي مش هتبقى اسمها هريسه بقى، هي هتبقى هيبقى فلفل بارد يعني. تمام. ان هي كلمه هريسه جايه من ان هي مشطشطه. هنا بقى ايه، جبت البرطمانات بتاعتي القمر دي. البرطمان ده جايباه ب7 جنيه ونص، دول جداد على فكرة، جايباهم من شارع القاهرة في سيدي بشر السوق يعني. فحلوين قوي في الحاجات ديت. في ناس طبعا بتحب تخزن في الازاز، بس انا مش بلاقي ازاز، والازاز ممكن يتكسر وممكن يفرقع وحاجات كتير كده، وانا اصلا مش بخزن كميات كبيره زي ما انتوا هتشوفوا يعني. هو برطمان ونص اللي عملتهم هيكفوك يا جدم. انا الفريزر عندي ما فيهوش مكان يعني، انا عشان مخزنه كرومب وورق عنب وجوافه وحاجات كده عشان رمضان، فما عنديش مكان ان انا اخزن بالكميات يعني. انا يوم ما بخزن حاجه بخزن مثلا برطمانين، كيسين جوافه، كيسين ورق عنب كده، لان ما عنديش البتاع اللي هو بيخزنوا فيه الاكل ده. انا عندي بس الفريزر بتاع التلاجة، فمفيش مكان، فبعمل على قد الفريزر بس. تمام. هبتدي بقى املى البرطمان بتاعي كده كويس جدا. نبتدي بقى نملى ايه البرطمان التاني بقى ما اتملاش على اخره، لان طبعا انا كنت جايبه كميه الفلفل الاخضر اقل، بس انا بس ايه حبيت اوريكم الفكره. وزي ما قلت لكم انا ما عنديش مكان، فانا ايه قلت انا هعمل دول ولما يخلصوا اعمل غيرهم، لان انا اصلا عندي 4 برطمانات من رمضان من الاحمر ده قاعدين معاكي يا جدع لحد دلوقتي. هوريكم يا جماعه، هوريكم، ما لازم الضمير في الشغل برضو، وانا مش طالعه اعمل فيديو خلاص. انا ممكن اقول لكم بمكونين 2 بس، وهيقعد معاكي من السنه للسنه، تيجي تفتحي السنه الاخيره تلاقي البرطمان فرقع. او تلاقيه باظ، تقولي منك لله يا جاده. لا، لازم اوريكم برضو ايه اللي بيحصل في البرطمان بعد سنه بحالها كده. طيب المكون التاني بتاعنا المميز وهو الزيت. هنحط حبة زيت كده فوق الوش على البرطمان ده وعلى البرطمان ده. يعني بصوا، احنا ما تكلفناش في الوصفة دي كلها غير 20 جنيه فلفل، 7 جنيه ونص برطمان، وشوية ملح، والزيت عندنا في البيت بس كده. مش هنحط اي حاجة بقى من الناس بتحطها دي. اولا بيطلع طعمه فريش حلو جدا، ما بيطلعش طعمه ممرر او في حاجة. الملح بيحافظ عليه، الزيت بيحافظ عليه. طريقة ديت متجربة بقالها سنين وناجحة جدا جدا معايا، فجربوها هتعجبكم. اهي دي البرطمانات اللي بقالها
سنة عندي في الفريزر. كنت عاملة الفيديو ده في رمضان اللي فات او قبل رمضان اعتقد، في فيديو التفريزات، هتدوروا عليه هتلاقوه. تمام. بصوا الفلفل من جوه احمر ازاي بيبرق، لونه ما اتغيرش ولا حصل له اي حاجه. زي ما قلت لكم كده، الزيت بيحافظ عليه والملح بيحافظ عليه، والدنيا ايه زي الفل. تمام. دي البرطمانات اللي كانت عندي بقالها سنه اهي. عملت بس ايه معاكم برطمان اهو عشان اوريكم الطريقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم النهارده. ما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك والكومنت الحلو، وتكتبوا لي لو حابين وصفات معينة اعملها الفترة الجاية. ان شاء الله تكون الوصفة كانت سهلة وبسيطة، وحاولت اوصل الطريقة بشكل مبسط اي حد يقدر يشتري ويعملها على طول من غير اي تكاليف كتير او تعقيدات كتير. وده كان هريسة الشطة بتاعتنا. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.